أنا قبل من غادر مجلس الحكومة هذا الصباح، آخر من تجاذبت معه أطراف الحديث هو السيد رئيس الحكومة، وقد بلغني شخصيا أولا أن أنقل إليكم تحياته، وثانيا من عبر لسانه أن أخبركم بما قامت به هذه الحكومة في مواجهة الأسعار وفي مواجهة التقلبات وفي مواجهة التضخم اللي الحكومة قامت مجهود كبير وأنا غادي نذكر به. أولا نبدأ بالإجراء الأول اللي هو تكلمت عليه، مجانية التأمين الإجباري على المرض لحوالي 4 مليون أسرة، اللي هي 11 مليون مغربي اللي تكلمت عليهم الآن، وهم الآن ابتداء من الشهر المقبل غادي يستافدوا، مع تغطية ديال 100% من النفقات الصحية في المستشفيات. والحكومة في سنة 2023 سوف تقدم كيف ما قلت مساعدات أو إعانات مباشرة ل7 الملايين طفل و3 المليون أسرة دون أطفال في سن التمدرس. الرفع من الحد الأدنى للأجور في السميك وفي السماك في القطاع الفلاحي وفي القطاع الصناعي، مع زيادة التعويضات العائلية على الأبناء خاصة الرابع والخامس والسادس. تخفيض الضريبة على الدخل وتسويات الترقيات المجمدة لمدة 2 سنين. والتخفيض الضريبة على الدخل هذا مجهود اللي الحكومة شافت بأنه ما يمكنش الموظفين بوحدهم اللي بقاو يتحملوا هذه الإعباء، لا بد الحكومة أن تقوم تجاههم بواحد النوع ديال بحال واحد لو جيست، وتخفض الضرائب باش تفتح لفئات كانت ما كتأديش ضريبة على الدخل. وخليوني هذا الموضوع هذا نتكلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المهم اخوتي نعقبوا شويه على هذا الكلام اللي قال هذا الناطق الرسمي ديال الحكومة ديال عزيز أخنوش. وقبل ما نبداو نتكلموا، مبروك علينا التأهل لكأس العالم. والله العظيم الاخوان ملي كنبقى نتصنت هذا الكلام هذا ديال هاد الحكومة الكفاءات كيبقى يبان لي بحال اللي هما راه دايرين فينا الخير. هادشي اللي كيبان لي انا، وقيلا راه دايرين فينا الخير. راه هادشي اللي كاين الاخوان. علاش هو الواقع حاجه وهذا الكلام اللي كيقولوه حاجه. الواقع اللي كنعيشوه راه حاجه، والهضره اللي كيقولوها هما راه حاجه واحده اخرى. ما عرفناش واش حنا نكذبوا راسنا ولا نصدقوهم هما. دابا حنا واقع كنعيشوه، ما يقدر يكذبوا حتى شي واحد. كنمشيو للحانوت كنلقاو الغلا، كنمشيو للطبيب ما كنلقاو لا طبيب، كنمشيو للمدرسه ما كنلقاو لا مدرسه مسرحه لا حتى شي حاجه. وكيجيو هاد الناس هادو كيقول لك الاولويات فين هما هاد الاولويات؟ راه من عهد الاستقلال، وحنا كنسمعوا اي حكومه طلعت الاولويه عندها التعليم والصحه والسكن. راه ما كاينه لا تعليم لا صحه لا سكن، ما كاين لا تعليم لا صحه لا سكن الاخوان. دائما كنسمعوا هاد الموال اللي كيتعاود من عند اي حكومه، وهذه عتجي وعتمشي والاخرى عتجي وعتمشي. وشكون هذا اللي عايش فينا بعين الرحمه؟ والله العظيم ما نعرف. انا كيبان لي ما نعرف، ما بقيناش عارفين راسنا مع بن عايش. وبهذا الكلام ملي كنبقى نتصنت يعني لهذا الكلام ديال هاد المسؤولين كيبقى يبان لي، والله العظيم كيبقى يبان لي بحال اللي راه هما دايرين فينا واحد الخير اللي حنا ما خصناش ننتقدوهم عليه، اللي حنا ما خصنا اصلا نحشموا علاش ننتقدوهم. والله العظيم الاخوان لا بدي انا عدو بالله ما قلت، انا بديت كنحشم الاخوان ننتقد هاد الناس هادو. بعد ساعه راه كيبقى يبان لي انا وقيل انا غلط. بعد ساعه اخوتي العزيز كيبقى يبان لي باننا غلط بزاف ماشي عشوائي. علاش؟ حيت كنشوف اغلبيه الناس لا حياه لمن تنادي. اغلبيه الناس ناعسين اخوتي العزيز، اغلبيه الناس ناعسين. ملي كنقلب عليهم فين هما كنلقاهم راه هما كيشطحوا في التيك توك. ملي كنقلب على الناس اللي يمكن واقيلتها هما مضرورا كنلقاهم راه هما كيشطحوا في التيك توك. شي كيشطح شي كيتفرج. والفئه اللي بقات الاخوان
راه هما كيمشيو في 5 الصباح ويجيو في 5 العشيه، ما عندهمش حتى الوقت. الله يحسن لهم، والله يهديهم علينا، والله العظيم الله يهديهم علينا، بلا ما نتكلموا ولا نطبلوا ولا نغيطوا، الله يهديهم علينا. راه هاد الكلام اللي كيقولوا هاد الناس هادو راه لا علاقه مع الواقع اللي حنا كنعيشوه، ما عنده حتى علاقه الاخوان مع الواقع اللي حنا كنعيشوه. الواقع اللي كنعيشوه راه بوحدو، والهضره اللي كيقولوا هاد الناس هادو بوحدها ما عندها حتى علاقه اخوتي العزاز، ما عندها حتى علاقه، والله العظيم ما عندها حتى علاقه. هاد الساعه كنبغيو نصدقوا راسنا بان راه فعلا راه حنا كنكذبوا ولا هادي، كنلقاو حتى شي حاجه. كنخرج عند مول الحانوت كنلقى راه الاثمنه نفس الاثمنه، والله اعلم راه كتزاد ما كتنقص. وحنا عايشو دابا بحال هاد النماذج يجيو يبقى يكذبوا علينا ويدوخونا ويقولوا لنا هادشي اللي الاولويات. والطمه الكبرى هي واحد الخبر الاخوان اللي ان شاء الله غنقول لكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، اللي صراحه الله انا تصدمت والله العظيم لما تصدمت. وحنا مستمرين بغينا ولا كرهنا، حنا مستمرين الاخوان، مستمرين في هاد السلسله ديال فضح الفساد والمفسدين حتى لما لقينا هنا لقاوها عند ربي ان شاء الله. مادام حنا مضروره راه حنا غنتكلموا، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى سبحان الله وتعالى يعني تعمم يعني هاد الكلمه حق، باش على الاقل الميساج يوصل بسرعه. المهم الاخوان، الله يفرج علينا ويفرج على جميع الامه الاسلاميه، والله يرحمنا، الله يرحمنا الصراحه، الله يرحمنا من الرحمه ديالو. هاد الناس هادو راه فعلا ما بغاوش يحشموا الاخوان، صراحه الله والله العظيم ما بغاو يحشموا، ما بغاوش يحشموا نهائيا. وحنا معاهم، ما عندنا فين نمشيو، والله العظيم حنا ساكنين معاهم، بغاو ولا كرهوا حنا ساكنين معاهم، حنا على قلبهم هنايا، وغنشوفوا شكون اللي عيا، واش حنا ولا هما. والدعوه والله راه حنا ما نحبسوهاش، الدعوه والله الاخوان حنا ما نحبسوهاش نهائيا. باش يقولوا هاد الناس هادو راه بان راه حنا ناعسين ولا شي حاجه، راه حنا فايقين من القلب، لا ما تدوخوا على راسكم وتدوخوا علينا، حنا راه فايقين من القلب. يلا اخوتي، شكرا لكم جميعا، ودائما كنشكر جميع الاخوان والاخوات، وخصيصا خوتنا المغاربه داخل الوطن او خارج ارض الوطن. ودائما اخوتي شعارنا واحد: الله الوطن الملك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.